السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنخزن مع بعض الطماطم، هقولك ازاي تقعد معاكي وقت طويل، وكمان ايه المكونات اللي احنا هنستخدمها علشان تدينا لون احمر جميل. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. بس ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك القمر. اول حاجة يا بنات، انا معايا اللهم بارك 10 كيلو من الطماطم. غسلت الحوض بتاعي كويس جدا وبعد كده نزلت بالطماطم. لازم تغسلي الطماطم كويس وتتأكدي كده ان هي نظيفة، وكمان ما فيهاش اي حاجة فاسدة كده، وتغسليها كويس علشان بتبقى مليانة رملة. بعد كده بمسك الطماطم وبقطعها علامة زائد كده، وبعد كده بشيل الجزء الاخضر اللي فوق دوت. اهم حاجة غسيل الطماطم علشان بتبقى مليانة رمل، وبتمسكيها وتقسميها كده علامة زائد وبتشيلي الجزء الاخضر اللي فوق كده. اللهم بارك. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي وشلت الجزء اللي فوق، هاخدها زي ما هي كده احطها على النار، ولا هنحط لها مية ولا اي حاجة، هي هنسيبها هي تنزل المية بتاعتها كده. بعد حوالي نص ساعة بعد ما نزلت المية بتاعتها كلها، هتعرفي منين اللي هي استوت. بتمسكي كده الطماطمية تلاقي القشرة طلعت معاكي بكل سهولة، طبعا سخنة مش عارفة امسكها. تمسكي كده الطماطمايه هتلاقي القشر طلع معاكي بسهولة كده، يبقى الطماطم بتاعتنا استوت. بجيب الهاند بلندر وبضرب كده الطماطم لحد ما نعمها خالص. لو ما عندكيش هاند بلندر هتستني لما الطماطم تبرد معاكي خالص، وبعدين تاخديها تضربيها في الخلاط، بس لازم تكون الطماطم بردت معاكي خالص كده. اللهم بارك. بعد ما ضربت الطماطم ونعمت معايا خالص زي ما انت شايفة كده، هاخد بقى الطماطم واصفيها. انا هنا هعمل الطماطم ديت للطبيخ، فلازم اللي انا اصفيها. لو انتي عايزاها للمحشي فهنسيبها زي ما هي كده، مش هنصفيها. بس انا المرة دي قلت الكمية ديت هعملها للطبيخ، فهصفيها كويس. بمسك بقى الطماطم بحطها في المصفى كده، هي بتنزل معاكي بكل سهولة علشان لسه بقى الطماطم سخنة، فهتلاقيها بتنزل معاكي بسهولة جدا وما بتاخدش منك وقت خالص. طبعا يا بنات سهلة جدا، والطماطم رخيصة جدا في السوق دلوقتي، الكيلو عامل 5 جنيه. هاتي بقى كده حبة طماطم وخزنيهم علشان رمضان، تبقى تحت ايديكي كده في التلاجة. بعد ما صفيت بقى الطماطم كلها، حطيتها على النار وحطيت عليها معلقة من الملح ومعلقة من السكر علشان الحموضة، ومعلقتين من البابريكا. يبقى انا هنا حطيت الملح علشان تقعد معايا فترة طويلة، وحطيت السكر علشان الحموضة، وحطيت البابريكا علشان تديني اللون الاحمر الجميل. البابريكا هتديني لون بس، مش هتديني لا طعم ولا اي حاجة، انا عايزة اللون بتاعها بس. هسيبها كده لحد ما تصلصل معايا كده وتتسبك وتتقل. هي هتاخد حوالي كمان نص ساعة وتبقى جاهزة معانا كده. سبتها بعد ما بردت خالص، ما تكيسهاش الا لما تكون بردت معاكي خالص. تتأكدي كده انها بردت تبدأي تكيسيها. جبت الاكياس اللي هي بتاعت السندوتشات، وجبت كده كوباية وحطيت الكيس كده جواها علشان الكيس ما ينزلش عليه طماطم من بره. الكوباية دي علشان الكيس يفضل نضيف معايا وما تنزلش الطماطم من بره. وبحط الكمية اللي انت عايزاها بقى، كل واحد حسب احتياجه او حسب الطبخة اللي انت عايزاها. وبحط كده كل واحد على حسب عدد افراد اسرته، وبقوم حاطه في الكيس، وبسيب بقى الكيس خالص يهدى خالص بره قبل ما احطه في التلاجة. شايفين يا بنات منتهى السهولة كده. تحطي الكيس وبعد كده تحطي الطماطم وبعد كده تربطيه. وزي ما قلتلك لو انت عايزاها للمحشي يبقى احنا مش هنصفيها. بكل سهولة يا بنات، ما خدتش مننا وقت خالص، وسهلة. رمضان بقى يومه بيبقى قصير، يبقى سهلة عندك كده تطلعيها تستخدميها على طول. بقص بقى الزيادة بتاعت الكيس كده علشان ما ياخدش مني مكان كده في الفريزر، وكده بقت جاهزة معايا. شايفين اللهم بارك، حاجة كده تحفة. ادي الكمية كلها 10 كيلو، طلعولي كمية حلوة. يلا بقى قومي كده جيبيلك حبة طماطم وخزنيهم. ولو الفيديو عجبك واستفدتي منه ما تنسيش بقى تحطي لي لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.